السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهارده بإذن الله هنعمل أكلات العيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل العزبان ولحمة الراس بطريقة سهلة ولذيذة جدا. شايفين بقى الجمال والطعامة والحلاوة، بسم الله ما شاء الله، طعمه في منتهى الجمال، فعلا أتمنى تجربوه بنفس الطريقة. هي دي بقى الأكلات الجميلة بتاعت العيد. ولو أول مرة تشاهدوا قناتي مطبخ سومة وأسهل الأكلات، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة، بسم الله. أنا جبت كيلو لحمة راس، غسلتها كويس جدا وصفيتها. ودي بصلايه مفرومه، فلفل اسمر وبابريكا وملح وقرنفل وطماطميه مبشوره. حله على النار وهضيف 3 معالق كبار زيت، وهشوح اللحمه كده وارصها في الحله. اخدها تشويحه كده بالزيت لحد ما تتحمر شويه بالشكل ده كده. بستمر كده في تقليب اللحمه عشان تتشوح كويس وتنزل الميه بتاعتها بالشكل ده كده. هي دي بقى اكلات العيد الاضحى الجميله. بعد ما قلبتها بقى كده، بجيب بصلايه مفرومه مكعبات وطماطمايه البشراها، وهضيف بقى كل المكونات دي كلها والبهارات والملح والفلفل والبابريكا والورق اللوري، واقلبهم بقى كده لمدة بقى كده 10 دقايق كده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعض، واغطيها. وبين فترة والتانية كده برضو اقلب لحد لحمة الراس كده ما تنزل المية بتاعتها، وافضل اقلب كده واغطيها. وبين فترة والتانية برضو اقلب لحد كده ما اللحمة شايفين بقى كده احمرت اهي وخدت اللون الذهبي الغامق. هجيب ميه مغليه بالكتل، ضروري بقى نحط ميه مغليه، ما ينفعش تحطي ميه من الحنفيه. ميه مغليه بضيفها كده على اللحمه واقلب واغطيها لحد بقى ما تستوي. وبين فتره والتانيه اشيل الريم بقى ده بتاع الشوربه. شايفين بقى الريحه جميله جدا، فعلا اتمنى تجربوها. يلا بقى بينا نعمل العزبان. جبت كوبايتين رز، غسلتهم وصفيتهم، وضربت طماطم في الكبه، ودي معلقتين صلصه وفلفل مفروم وبصل مفروم ناعم وملح. والبهارات بقى بهارات محشي وبابريكا وشطه وكزبره وكمون. ودي خضره محشي كزبره وشبت وبقدونس. هضيف بقى الرز بعد ما صفيته، وهضيف خضره المحشي على الرز. هعمله ني في ني عشان العزبان كله دهون. وهضيف الملح والبهارات كلها والفلفل المفروم في الكبة والبصل المفروم في الكبة برضو. وهقلب المكونات دي كده كلها مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض بالشكل ده كده. ريحة المحشي بقى جميلة جدا. ودي ربع كوباية زيت، والصلصة هضيفها وهقلب برضو. والطماطم هضيفها ضربها في الكبة بقشرها ما صفيتهاش، وهقلب كويس جدا لحد المكونات كلها تندمج مع بعض بالطريقه دي كده. شايفين المكونات كلها كده اندمجت مع بعض. هجيب بقى معلقتين كبار فلفل اسمر، بحب احط قوي في الخلطه دي فلفل اسمر كتير، وبقلبها بقى كده بالشكل ده بقى كده. هجيب بقى نص كيلو عزبان انا منضفاه، ودعكاه بالدقيق والملح كويس جدا، وسايباه من جوه الدهون، ما قلبتهوش. الدهون اهي هخليها من جوه، هحشي الرز والدهون جوه. بيبقى طعم العزبان حلو لما الدهون تبقى جوه بتستوي مع الرز كده، بيبقى طعمها جميل جدا. شايفين بقى الدهون جوه ازاي. وبخليه بقى كده، وبمسك العزبان وبقطعه بالحجم ده. وبمسك بقى العزبانه كده بفتحها بصبعين الاتنين، وبحشي بقى العزبان وبسويه الشكل ده. واملى بقى العزبان دوت مش ضاني، ده شمبري كبير مش صغير. وبحشيه بقى كده وبسويه بالطريقه دي كده. ما بتمليش العزبان للاخر، يا دوبك تضغطي كده بتوزعي الرز كله على قد العزبانه. شايفين بالطريقه دي بقى. بكرر واحده كمان، بجيب جزء من العزبان وبحشيه بالرز كده بالخلطه الجميله دي، وبملاه بقى كده. وفي الاخر بقى بسويه بايدي كده. ما تمليش العزبان قوي عشان طبعا هو الرز بيزيد في العزبان. كوبايتين الرز يا دوبك على قد نص كيلو عزبان. انا كده بسوي العزبان بايدي وبشوف بضغط كده بايدي بشوف العزبان بياخد قد ايه، وبسويه بقى كده بايدي بالشكل ده كده. وببطط ده بقى كده جاهز معايا. شايفين كده هو مظبوط. وبكرر واحده كمان. هكمل كل الحشو بنفس الطريقه، ومش حاملاه قوي، بس هساوي بايدي كده واشوف مستوى الرز قد العزبانه، واسيب حته صغيره من العزبان بنفس الطريقه دي كده. يا دوبك الكوبايتين على قد نص كيلو رز بالشكل ده، واحشيه واسويه برضو بايدي كده
شايفين كده؟ كده معقول. هخلص الكمية بنفس الطريقة. كده خلصت كمية العزبان على قد الرز. هجيب بقى العزبان وهربطه بالفتلة وابطط كده واطلع الرز الزيادة، واجيب بقى الفتلة واقطعها كده واربط الطرفين بتوع العزبان بالشكل ده كده، والطرف التاني برضو هربطه. انا بحب اربط بقى العزبان. ما ممكن تغلي المية وتحطي فيها العزبان، هيكش معاكي الفتحتين اللي في الجناب. واخد قطعة تاني من العزبان واربط بقى كده. هربط النص كيلو بنفس الطريقة. وممكن ما نربطوش العزبان، ممكن اول مية ما تغلي بتسقطي العزبان كده، الجناب دي الطرف ده والطرف ده بيكش كده في المية المغلية. وكده جاهز. جبت بقى حلة وهضيف فيها بصلة مبشورة، وهنضيف كمان طماطمية مبشورة والبهارات فلفل اسمر وحبهان وقرنفل وورق لوري وملح. وهضيف بقى المكونات دي كده في الحلة واغطيها. اول ما تغلي هنزل بقى بالعزبان كده واحدة واحدة بالشكل ده كده. هنزل بقى بالنص كيلو كله مرة واحدة يستوي مع بعض كده بالشكل ده كده. واول بقى ما بيغلي كده واقلبه واغطيه بقى لحد ما يستوي. هنبص بقى على اللحمة كده استوت وجاهزة. شايفين بقى اللحمة وجمالها استوت والشوربة بتاعتها جميلة ممكن تشربيها. وباخد كده اللحمة واطلعها كده، والعزبان برضو استوى كده وبقلبه استوى كده معايا. وما نزلش رز خالص في الشوربة دي سمينة جدا عشان الدهون اللي كانت في العزبان. كده بقى معايا العزبان جاهز استوى. اطلعه كده بالكبشة واصفيه من الشوربة كويس بالطريقة دي كده. شايفين بقى العزبان جاهز كده. شايفين بقى حبايب الشوربة سمينة ازاي. الشوربة دي طبعا بتترمى ما تتشربش عشان تقيلة جدا. بجيب بقى طاسة وبضيف فيها معلقة سمنة كبيرة. بجيب بقى لحمة الراس وبحمرها بالسمنة كده البلدي. طعمها بقى بيبقى في منتهى الجمال لما بتحمرها بالسمنة البلدي دي، بتبقى جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وطريقتها سهلة ومش سمينة. لحمة الراس جميلة جدا انا بحبها جدا. اتمنى تجربوها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. هحمر بقى اللحمة بالطريقة الجميلة دي كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، واقلبها بقى كده الناحية التانية واقلبها لحد ما تحمر بنفس الطريقة دي كده. شايفين بقى الجمال والريحة جميلة جدا. هطلع بقى اللحمة بعد ما احمرت كده وخدت اللون الذهبي الجميل. هطلعها كده من الطاسة. شايفين بقى الريحة كمان جميلة جدا، واللحمة مستوية واخدة السوا بتاعها المظبوط. كده بقى معايا اللحمة جاهزة. شايفين بقى الجمال. هجيب بقى فلفل اسمر وملح وهرش عليها كده، تبقى جميلة جدا فعلا جميلة وطعمها احلى واحلى. كده معايا اللحمة جاهزة. هجيب بقى العزبان واقص بقى الخيط اللي انا قافلاه بقى كده بالمقص. هنحمر العزبان في طاسة كده واضيف فيها زيت يكون نضيف. واجيب بقى العزبان بعد الزيت ما سخن جامد كده. هحمر بقى العزبان الجميل ده. شايفين بقى الجمال. العزبان بقى كده يستوي ويتحمر وياخد اللون الذهبي الجميل. وهرصه كده في الطاسة بالشكل ده كده. مش هقلب العزبان الا لما يكون واخد اللون الذهبي الجميل كده. هقلبه بقى على النص التاني واحمره كده لحد ما يقرمش كده وياخد اللون الذهبي الجميل ده. كده بقى العزبان بيتحمر اهو. واول ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده هطلعه بالشكل ده. واول ما العزبان اخد اللون الذهبي الجميل ده هطلعه كده في الطبق. شايفين بقى الجمال والحلاوة. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ جميل جدا وريحته جميلة وطعمه احلى واحلى. واطلع بقى العزبان بالطريقة دي كده. كده اتحمر واخد اللون الذهبي الجميل. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقة بنفس الخطوات. وده برضو بجيب فلفل اسمر وملح وبرشه كده على العزبان، بيبقى طعمه جميل جدا. وده بقى شكله بعد ما حمرته في الزيت. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ اكلة بقى جميلة ولا مش جميلة وحلوة ونضيفة؟ عملناها في البيت بأقل التكاليف واوفر كتير من الجاهز. والعزبان واللحمة الراس مستويين كويس جدا. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ يلا بقى نقطع العزبان الجميل ده بسكينة كده. شايفين بقى الجمال واخد السوا بتاعه المظبوط واللحمة مستوية. اتفضلوا بقى معانا حبايبي. جميل جدا وطعمه جميل فعلا. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. وانا واثقه ومتاكده 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. ولو حضراتكم استفدتوا من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان تستفادوا منه. وده بقى الشكل النهائي للعزبان الجميل ده ولحمه الراس. وبألف هنا عليكم يا حبايبي.